وانا غايب 9 ايام. لبست الضباط مالتي وكملت اموري ورحت ساعه سيارات تسع بغداد ساعه كل شيء اسافره. من ساعه كوبري قاعده بالصدر. انا صرت كبارها. سدى عسكريين 4 ونقيب وياهم. النقيب صار كبارها. اجى الشايب سعد. بدل ابوي قاعد بصف البنين. خبطت السياره ومشت. من هاي السياره طالعه؟ بغداد. خوش ناصر بغداد. بغدادي. نص الطريق النقيب قام يشهد البت. والبت ما غرض بي. قام يلعب. اخر شيء نص الطريق خويا جاء من الفجر البت نامت. من نامت طلع رجليها. الشايب ما عرفه. لابسه تنوره هي؟ النور وقميص. شايف شيل العبايه مالتك ذبحها رجليها. الواجب مسافرين مصلى الحسبان وبنته وهاي. بالعبايه. النقيب قم لك رايجي طق الشايب. كل قوته قال انت ما تستحي وشك قرط. انت بالعبايه قال ابوي هذه نايمه مثل بنتي ولديها طلعان بعد قال انت بالعبايه ليه؟ استرها. قلت له انا لو بخير اقلب الرتبه مالتك. عشان جمهور مالتك قلت انا ما بشت فيها الجمهور هذا. صرت من جانب الشايب هذا الله جاب له ناصر. قلت له لو بخير اقلب الرتبه مالتك مرسوم جمهوري واحكي وياه انا بالحرج وما احكي وياه. انت ما عندك حرب بعد الشرف قال انت بوش الاملحه انا رتبه من صدام حسين انت تقلبها؟ نوصل للسيطره وانا اعلمك. وانا غايب 6 ايام وصلنا السيطره مشت بطنه واحد. وصلت السيطره مثل بشير خيمه انزل فرود ولا انزل انا عرضك انزل فرود قلت له ما انزل خلها وين ما صير خلاص ما طلعنا نسوي شيء لله. صحيح والله صدق لله. وصلنا للسيطره صحنا قال له صح لي اقدم واحد بالسيطره جا من لازم له هذا نقيب خذ له تحيه قال هذا بالحرب جمهوري قال لي ما لي رتبه ما اسم جمهوري هو قبر جرني. ضباط لقيته بالضباطيه واقف بالسيطره 40 يوم ما جوا مخالفين زين القرعه يردوا مخالفين وانا جيت فيهم. قبل نزع الرتبه مالته وخذ الهويه ما جاش قال غايب 9 ايام. قبل لا ياخذون الشايب قال مصالحته شايب الدجاجه بيضه والفلاف تقاير. دخني وستره ما صلح يعني صخره ما صلي. صحيح. قال لكم صلحتها مديده على سلسله ويطلع عميد بالمخابرات. ايوه وحكى لي من الزواق. قال له صلحتها ولك يا كلب يا ابن الكلب طلع عميد بالمخابرات الشايب. وصلحتها. والله سبحانه وتعالى. اي وصلحتها قال له سيد ادخل قال انا ابوك ابو سيدك. قلت له طب والملازم طب والضباط طب. انا قبلها مشيت مسلسكات وبيريت وانا فوق هذا. قلت المقاتل ابغى فرون شو بيعمل بعد غير عمليه في العلم في الحرج ابو سيدي قال طلع لي شك واحد فوق المشي طب عن كريم بيهم 4 صاروا لوقيه وين نقي قلت انزل حسين انزل انزل عن مسلسكات وقفتهم والسيطره هو خبر بالسيطره يجي السيارات مظلله خوش البوت هذا ولا حمر نص خمس ماكو لا رتب ولا مثلثات زيتون اللي جاي وبوت احمر اللي جاي ونص خمس نزل السيارات مظلل 4 قبل خذوا له تحيه النقيب دبوه بجنطه لازم هو يومهم الجنود وين قالوا دبوه بخير سياره قام 9 يوم بصدر هو قلت انا سيدي انا بالحرب جمهوري فتح المبين غايب 9 ايام قال شنو سبب غيبته؟ قلت له اولاد عندي مره واحنا بالعرب ماكو شو اسمه وضاقت عليه المره ورحت راحت تنفذ وبجيت كذا. بجيت كذا قلت له توفت. راحت تنفذ وين؟ قال له سد اسمه ورتبته وحدته. قال انت العصر تنزل شهر كامل وانت تسد بالحظيره مال الامن. جيت انا لقاني النائب ضابط ماله بديل بالباب قال جابك ارجع لاهلك. اذا امر ينقلك ابعد وحده بالحرس الجمهوري خرجتها انت. قلت له نقلك انت ولا امر؟ قال كسم كرسي. قال الكبسه قلت له وين كبسه لبلوك؟ هاي باب النظام الرئيسي مال الضباط وهذا باب النظام مال المراكب. انا باب النظام الرئيسي مال الضباط. الحرس طلع لي وامر حرس وبالحظيره مشي قال ابو فرود رحمه والديك على شارع ترابي. قلت لهم نزين من ورا قلت لهم اول ما زين الامر انا وراكم. ارجع طلع الامر صفي. لا والله الامر طلع قال من ابو فرود قبل لسجن قال سفر هسه تسوي الكتاب اخذ 24 ساعه. وين الحلاق اذا بشوص بعد منه الحلاق اذا بشوص ما ادري وين الحلاق اذا بشوص ركضت الجنود على الامر يحكمون نلقوا تراجع مسكين صار قصص صدام حسين يقول عدم هذا تنعجب صحيح بس المخابرات اقوى منه بعد ركضت الجن بقادم ما يضرب بالفيلم وانا طبجي يا ام البنين العباطين بالتليفون دق عليه ما كتبوا راحوا هذا الضباط قبل ماكو موبايلات الا تليفون هذا اجوا للحرسيه ثاني هذه يجي مكاني بالسجن هذا راس ضارب ركض استقعد ما خلوني دول الجنود بالحرس قلت ما ان شاء الله بيفرش ربك توني اللي زيني وضابط الامن دق علي التليفون مكتب قصص صدام حسين قال انا ابغى افرج عندكم دير بالكم على بالكم هسه التزموا جات مكتب قصص صدام حسين خابر علي تمام
كلها بلد تخذف. يا ضابط الامن بدون رتبه بدق من نص ونص مشى للامر قال له بس هم زي فاروق قال انا هي بيته يشتغل يقتل صدام. لان هو مخابرات عباله يشتغل بعد ايش يصير؟ قالوا ابوك تربي عباله يشتغل بالمخابرات. طلع فوق الضباط تجيني الحراسه يقول له فاروق قلت لا انا فوق قلت لا انا هسه انزل زينك. قلت هسه انزل زينك انت وضابط الامن هسه انزل زينك. كان ابو فاروق قلت يا انا قندرك. بس قبل المخابرات هو يسولف تشتغل بالسير هو اشتهر. قلت لهم هسه زينكم زينكم. اجينا الامر وضابط الامن قال يبنى قال فاروق شنو فيلم انت جيت نقل قال لي انت برت الضابط تمشي المخابرات قلت لهم لا مخابرات لا شيء غايب 9 ايام ومتوكلش وما عندي صدفه بالسياره لقيت هذا قالوا كذي. قالوا كذا ما يصدقون بعد. اشتغلنا بتكريت فلاني هذا النقيب خدماتي كلهم بالمخابرات قالوا كذا. قلت له بس ابوك كل شيء تولي زبده شنو قالوا ابوي خليك نموذج وانت ارخي. اجازي ارخى اجازي. راتب بعد يوم 25 وراتب بعد 3 ايام. قلت لهم راتب شلون؟ اجازه المجاز راتب معدي. انا بالحانوت رحت بالحانوت ضابط ابراهيم قال لي اصبر لي الليل اجى الليل ما طلع راتب رحت قلت تحكم الملك وترجينا ضابط ياخذ امرك يقول لي لا باكر يطلع نبات ابراهيم يستلم المنجم وواحد شغاله بالحانوت قال اعطيك الله يمسك بس رجعني كتب العباس تستلم المنجم ولا عاد واجب كان يعزل التلفزيون بدي عجت يعزل بالوحده لا تابع للامل ولا بعد ما بس خابر عليه بعد ما عرفوني قال شو خلاني بالكوستر اشتغل انا داخل المعسكر كوستر كيف انزل وكيف اظل ها سارق الحامد يجي وجيت شهر نوبه؟ جاء الشهر وظلت يوم لم سقط النظام وخافت عليهم عبالي متابع للامل. اي صدق بعد ما يصدقوني والله. اي مكان لا طب لي انا اقعد اجي بهم الضباط انا قبل الضباط اخي لكن الامر قال لا ظفروا طب طريق قلت لا ما سيدي ما قمت ما اتجاوز انا ظلوا داخلهم ضابط الامن دايخ الدنيا دايخه العراق دايخ قال تعال للامن قلت انا بس مسؤول عليهم ما اعرف بالقلم شنو قال لي هو جنودي كنت من جوا كنت ابشر عليهم ظلت انا حر مره هو تبي جيب مسدس من هذا بالتسعه وافصل من الامريكا والله افتح عليك والله عم النور هذا الشايب 9 ايام هذا مغيبني يطالع راتبه كامل من عندهم يجيبه عمل بسيط لله شوف شلون ودوا الوقاعات ولا ودوا الوقاعات راحوا للحسابات سحبوا الوقاعات مالتي مش شبه بالدغرات بالحسابات والله كان العب كيفي لا من سقط والله نعم.